السلام عليكم. الثلاجة فيها مية قال انا جعان. ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ عارف بقالي فتره مقصر معاك والله في موضوع الفيديوهات ده، بس الكليه قرف اخوك معاها، ربنا يهونها علينا جميعا يعني، فمعلش لو كنت اتاخرت عليك في فيديوهات او بقالي فتره وما نزلش فيديوهات. I'm gonna kill myself! انا كمحمد بعشق حاجه اسمها كمبيوتر، وسبب حبي ليهم كان قايم على القوه اللي هم بيقدروا يعملوها، وعلى قد ايه ان وجود كمبيوتر معاك ممكن تبقى حاجه مفيده جدا جدا بالنسبه لك مهما كان المجال اللي انت بتشتغل فيه. من وجهه نظري ساعتها الكمبيوتر والتعامل معاه كان هو افضل حاجه ممكن اعملها في يومي، ومع تطور اهتماماتي فضل الكمبيوتر مستحملني ولا زال والله لغايه دلوقتي. الكمبيوتر اللي انا كنت عايز اعمل ابجريد ليه ساعتها كان الاي ماك برو 2017. الكمبيوتر ده انا عندي حلم ان انا امتلكه من ساعه ما نزل بسنه 2017. الحقيقه ان سبب حبي ليه مش بس امكانياته الفظيعه طبعا اللي هو بيجي بيها، لا، عوامل تانية كتيره جدا زي مثلا شكله الفظيع جدا ورونقه والشياكه بتاعته كده، تحس ان هو فاهم حاجه نازله من السما كده. كل الحاجات دي كانت عوامل جذب ساعدت فعلا ان انا احب الكمبيوتر ده جدا جدا يعني. الكمبيوتر ده اول ما نزل في سنه 2017 كنت اللي هو فاهم ايه ده؟ الكمبيوتر ده كسر الدنيا بسبب امكانياته اللي بيجي بيها. كان بيجي ب 64 جيجا رام وكان بيجي بكور اي 7. الفكره كمان ان هو اول ان 1، وفكره اول ان 1 ده لو انت مش عارف ايه هو اول ان 1، فالاول ان 1 ده هو كمبيوتر حرفيا ملوش كيسه، كل امكانيات او كل محتويات الكيسه بتبقى موجوده غالبا في ظهر الشاشه. مكونات الكيسه دي بتشتمل بروسيسور طبعا بالهيت سينك بتاعه او بالتبريد بتاعه، وبتشتمل على جرافيكس كارد او كارت شاشه، وبتشتمل على الرام طبعا والهارد والمذر بورد شخصيا. كل الحاجات الجميله دي بتبقى موجوده في ظهر الشاشه غالبا يعني. ونقطه معينه عايز اوضحها، الاي ماك برو عامه مختلف تماما عن الماك برو. الماك برو ده كمبيوتر ما نزلش منه غير موديلين بس، ماك برو 2012 وماك برو 2019. والماك برو 2019 انا شلته تماما من قائمه حساباتي او شلته تماما من الويش ليست بسبب سعره اللي تخطى تقريبا ال 100,000 جنيه كستارتنج برايس او كبيس برايس، يعني اقل حاجه منه بتبدا ب 100,000 جنيه. حد يوديني الانعاش يا جدعان. اما الكمبيوتر اللي معانا هنا فهو احن بكتير طبعا من 100,000 جنيه، وهنتكلم كالعاده في نقطه السعر دي في الاخر. انا ليه بحب الكمبيوتر ده قوي كده؟ اولا شكله، لو انت بصيت على الكمبيوتر ده من قريب او حتى من بعيد هتفهم النقطه اللي انا بتكلم فيها. الكمبيوتر تحسه شيك قوي 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 كده، وحرفيا ليه كاريزما كده، فاهم؟ الكمبيوتر ده ليه كاريزما يا جدعان والله. ثانيا فكره الاول ان 1 اللي اتكلمنا عنها، ان الكمبيوتر كل مكوناته جايه في الشاشه، حرفيا في ظهر الشاشه من ورا كده تلاقي كل المكونات بتاعته، ودي حاجه هتخليه مش هياخد مساحه كبيره من الديسك. وحرفيا باور كورد او زي كابل كده هيتوصل في ظهر الشاشه لمصدر الكهرباء بتاعك، وكده تمام انت الكمبيوتر بتاعك شغال وتقدر تمنتج عليه كل حاجه واي حاجه انت عايزها. وفكره الاول 1 كمان بتحسسك ان الكمبيوتر اللي انت شغال عليه خفيف كده، اللي هو فاهم انت قاعد مع شاشه كده قاعد بتedit عليها. صحيح ما اتكلمناش عن الشاشه بتاعته بتيجي بريزولوشن 5.5K وبتيجي بحجم 27 انش، ودي واحده من افضل وانقى الشاشات اللي موجوده حرفيا في السوق. طبعا هو في منه كذا نسخه، اخر نسخه او اخر اصدار منه كان سنه 2020 لما ابل قررت انها هتنهي السلسله دي تماما، ونزل اخر موديل منه زي ما قلنا في سنه 2020 عشان تنتهي اعظم سلسله كمبيوترات ابل عملتها لحد يومنا النهارده، هي سلسله الاي ماك. طبعا كبديل ليه يعني حاولوا يحطوا كمبيوتر تاني كده اللي هو الاي ماك اللي جاي بنسخه الام 1، وصراحه الكمبيوتر شكله روش وستايلش وكل الكلام ده ما اختلفناش ونزل بالوان وبتاع، ولكن طبعا مش بشياكه الاي ماك القديم، وتحس ان الكمبيوتر مش جاي للشغل التقيل كده اللي هو لو تقلت عليه شويه ممكن ينفجر منك عادي. زي ما قلنا في منه كذا نسخه، في منه نسخه حتى نزل في سنه 2013، والنسخه دي بامكانياتها بلغه عصرنا الحالي او بلغه الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده تكفيك للاستخدام اليومي، وشويه فوتوشوب صغيرين كده بالعافيه يعني. ولازم تبقى تعرف حاجه مهمه، ان كل الموديلات من اول سنه 2013 جايه بنفس التصميم لغايه سنه 2020، يعني ابل مسكت التصميم 7 سنين ورا بعض ما غيرتش التصميم ابدا. انت عايز حاجه للشغل التقيل اكتر ممكن تتجه للنسخ الاجدد شويه زي نسخ 2017 و18 و19. ومن اول 2017 بنلاقي ان الشاشه ابتدت تيجي بريزولوشن 4K او ال 5.5K اللي كنا بنتكلم عنه. المشكله الوحيده في الكلاس ده او في الفئه دي ان سعرهم بيبدا من 30,000 جنيه كبيس برايس او كستارتنج برايس، فالموضوع بيبقى صعب شويه صراحه يعني. وطبعا عشان دي ابل جميله في نسخ من كل النسخ اللي احنا اتكلمنا عنها فوق دي، يعني مثلا ممكن تلاقي نسخه 16 جيجا رام، 8 جيجا رام، نسخه تلاقي 512 جيجا، نسخه 1 جيجا. وليه اهتمت قوي سعادتك؟ ولو انت مثلا عايز تشتري حاجه للشغل بتاعك والبادجت اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو 30,000 ده مناسب جدا جدا بالنسبه لك. ليه تشتري اصلا اي ماك او ليه تشتري كمبيوتر من ابل؟ اولا عشان الاداء، واللي هي حاجه اصلا انت شاري الكمبيوتر ده عشانها، عشان تاخد افضل منه افضل اداء. وخليني اقول لك ان الاداء بتاع الكمبيوتر ده من اول نسخه 2017 وانت طالع لغايه 2020 ما بتقارنش باي حاجه تاني جنبه.
ده بغض النظر عن الماك برو يعني. يعني صدقني مفيش حاجه هتجيبها بنفس السعر، الفئه السعريه دي هتديك اداء قريب للاداء اللي انا بتكلم عنه هنا، وده بمنتهى البساطه بسبب السوفت وير، لان السوفت وير بتاع ابل بيبقى معمول له كاستمايزيشن او بيبقى متخصص اصلا عشان يشتغل عليه البرامج الثقيله زي البريمير والفوتوشوب والاستريتور والكلام ده كله. فايا كان مجال شغلك 100% استخدامك لابل او لماك او اس هيفرق. طيب هل يا ترى الدنيا وردي قوي كده ومفيش اي مشاكل والماك او اس افضل نظام في الكوكب والكلام ده كله؟ اكيد طبعا لا، يعني مفيش حاجه في الدنيا كده، كل حاجه ليها عيوبها ومميزاتها. وعلى الرغم ان الماك او اس روش وبيديك افضل اداء ممكن وتحس ان هو سلس وسهل كده، الا ان في عيوب قاتله جدا جدا لازم تبقى هتعرفها لو انت هتتعامل معاها. لانك انت لو رحت اشتريت اي ماك او اي جهاز بيشتغل بالماك او اس وما كنتش عارف العيوب دي، يعني In lack of other words, I'd say you're اول عيب، ودي مشكله حصلت مع يوتيوبر كبير اسمه محمد سامي، ان الهارد بتاعك ما بيقولكش هو فاضل فيه قد ايه. يعني الهارد بيفضل يتملي من غير ما يقول لك ابقى افضي الهارد ده مثلا لما ابقى افضى، او ابقى افضي الهارد بعد اي مونتاج او اي حاجه. الفكره كلها ان الماك او اس بيحتاج 20 جيجا عشان يشتغل. انت سمعت صح، 20 جيجا عشان يشتغل، مش عشان يشتغل بسلاسه، عشان يشتغل اصلا. عشان يفتح الماك او اس في وشك محتاج 20 جيجا، ولو انت فضلت تملى فيه لغايه ما انت اتخطيت ال 20 جيجا بمنتهى البساطه الهارد هيقف ومش هتقدر يبقى ليك اكسس على الجهاز ده غير لما تفضي الهارد تماما وتعمل فورمات للهارد، تبتدي بقى بعد كده تحط نسخه جديده بقى وتمر بعمليه جميله جدا. تاني مشكله برضو حصلت مع نفس اليوتيوبر، وهي ان الهارد بتاعه بطيء شويه اللي هو اسمه فيوجن درايف. فيوجن درايف ده هو المفروض ان ابل بتقول ان هو سريع، ولكن في الاخر اكتشف ان هو مجرد اتش دي دي عادي جدا مش حتى اس اس دي. فدي مشكله لازم برضو تبقى عارف انك هتواجهها. تالت حاجه لازم تبقى عارف انك هتتعامل معاها، هي مشاكل بسيطه كده بتحصل في السوفت وير، او بمنتهى البساطه مشاكل هتحصل لو انت معاك موبايل اندرويد وماك او اس. لو انت جيت توصل موبايلك الاندرويد بالماك او اس، ابل هتشوف ان انت بتعمل جريمه، وحرفيا الموبايل مش هيحصل فيه اي حاجه غير ان هو هيشحن بس. يعني فاهم انت متخيل يا مان؟ عشان تقدر تعمل ترانسفير او عشان تقدر تعمل داتا ترانسفير بشكل مظبوط لازم تنزل ابلكيشن اسمه اندرويد فور ماك او اس او اندرويد تو ماك او اس، حاجه غريبه كده، وساعتها تقدر تظبط دنيتك نوعا ما. وكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو بتاعك عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو يوصلك اشعاره اول باول. ويا ريت كمان تعملي فولو على الانستجرام وفيسبوك اللي هتلاقي اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن. شكرا ليك جدا واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.